الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كلكم بأتم خير. في سلسلة قصص الأنبياء اللي كنا اتكلمنا فيها عن خلق سيدنا آدم وبداية البشرية ودخول سيدنا آدم الجنة وخلق أمنا حواء، عن إغواء إبليس لآدم وحواء وأغوى من الأول وعن الكيفية كمان، واتكلمنا عن نزول سيدنا آدم وأمنا حواء للأرض وبداية الذرية والبشرية. وجت بعد كده قصة قابيل وهابيل وقتل قابيل لأخيه، وقلنا إن بعد مقتل هابيل انقسمت البشرية لأول مرة لقسمين: قسم صالح مع آدم على الجبال، قسم شبه طالح او كثرت فيه المعاصي مع قابيل في السوء. سيدنا ادم فضل ينصح في ذريته لحد ما مات. تقدر تشوف ده كله بتفاصيل اكتر في السلسله دي، هسيب لك اللينك بتاعها هنا او هنا، فان شاء الله ترجع تبص عليه. المهم، بعد موت سيدنا ادم تولى الامر من بعده ابنه شيث عليه السلام. ومعنى شيث هبه الله انعم بها ربنا سبحانه وتعالى على ادم وحواء. كان شيث عليه السلام نبي. في حديث ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى انزل 104 صحيفه. الصحف اللي نزلت على الانبياء كلهم 104 صحيفه، نزل على سيدنا شيث بس 50 صحيفه من اصل 104. متخيلين عدد كبير جدا، لكن ده كان طبيعي وخصوصا في اول البشريه لانهم لسه في الاول ومحتاجين للتنظيم والتشريع. وكان من شرائع شيث عليه السلام ان محدش من اللي معاه يختلط بابناء قابيل اللي في السهول اللي انتشرت بينهم المعاصي والفساد. لكن زي ما قلنا في الفيديو اللي فات اللي في منهم نزل لابناء قابيل واغرتهم النساء هناك بجمالهم لحد ما وقعوا في الفاحشه. المهم، فضل سيدنا شيث ينصح قومه لحد ما جاء سيدنا ادريس. سيدنا ادريس هو ادريس ابن اخنوخ ابن يرد ابن مهلائي ابن قينان ابن انوش ابن شيث ابن ادم عليه السلام. فسيدنا شيث هو جد سيدنا ادريس الخامس. سيدنا ادريس حضر وهو سيدنا ادم وعاش معه، حضر جده الخامس وجده السادس وعاش معاه. ما تستغربش، اعمارهم كانت طويله جدا، زي ما قلنا في الفيديو اللي فات ان سيدنا ادم عاش قرابه ال1000 عام، فكان طبيعي يشوف حفيده الخامس. وكمل سيدنا ادريس على تشريعات سيدنا شيث عليه السلام، انه زود بعض التشريعات، زي مثلا انه شرع الجهاد والسبي، وده كان لاول مره، ما كانوش موجودين اللي قبل كده. فسبى من ابناء قابيل، واول من خط وكتب بعد سيدنا ادم عليه السلام وقطع وخاط الثياب كانوا ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم: واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قابله في السماء الرابعة في رحلة الإسراء والمعراج. هو للأسف مش موجود أخبار صحيحة كثيرة عن سيدنا إدريس عليه السلام، لكنه كان نبي عظيم جدا. ونيجي لقصة وفاته واللي هنلاقيها موجودة في أماكن كتيرة جدا، لكن ناخد بالنا إن هي من الإسرائيليات، والإسرائيليات دي بنعرفها ونحكيها لبعض عادي ما دام ما بتخالفش نص عندنا. احنا بنقولها للمعرفة والعظة، لكن ما بنبنيش عليها استدلال أو حكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حديثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يقال إن ربنا سبحانه وتعالى أوحى لسيدنا إدريس إنه بيرفع له كل يوم أجر عمل قد عمل جميع بني آدم في وقته. يعني سيدنا إدريس كان بيرفع له عمل قد جميع بني آدم اللي معاه في نفس الوقت. فحب سيدنا إدريس إنه يزداد عمل، وكان له صديق من الملائكة فقال له على ربنا سبحانه وتعالى أوحى له بيه، طلب منه إنه يوصل له ملك الموت ويعرف هيقبض روحه إمتى، ويطلب منه إنه يؤخره شوية عشان يزود في العمل بتاعه. فصعد بيه الملك ده للسماء، ولما وصلوا السماء الرابعة قابله ملك الموت وهو نازل. كلموا الملك اللي هو صديق سيدنا إدريس في اللي طلبوا منه سيدنا إدريس. فسألوا ملك الموت: وأين إدريس؟ فقال له الملك: ها هو على ظهري معايا. عجب ملك الموت وقال: فالعجب، بعثت وقيل لي اقبض روح إدريس في السماء الرابعة، فقلت كيف أقبضها وهو في الأرض؟ فقبض الروح. هي دي القصة اللي مشهورة عن وفاته، لكن زي ما قلنا دي من الإسرائيليات، لا بنسلم بصحتها ولا بننفيها. ومن بعد وفاة سيدنا إدريس انحرفت البشرية وانتشر فيها الفساد شوية، لكن ظلوا جميعا على الإسلام والتوحيد، أمة واحدة والدين واحد والمعبود واحد. كانوا أمة واحدة من أبينا آدم لحد قبل عهد سيدنا نوح عليه السلام. طيب إمتى ظهر الشرك وإزاي ظهر لأول مرة؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو الجاي في قصة سيدنا نوح عليه السلام. وبكده يخلص فيديو النهارده، اتمنى تكونوا استفدتم. شرفونا برأيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.